السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي بصحة جيدة. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان جبت واحد الحلوه اللي كيفتيه ومرمله في نفس الوقت، اللي هي زوينه بزاف وكميه تبارك الله كتعطي واحد الكميه اللي كثيره تبارك الله. وعندنا هنايا 3 ديال التشكيلات، ممكن تخرجوا منهم اكثر من 3 ديال التشكيلات. كما كتشوفوا معايا كتجي رطبه وهشيشه ومرمله. ونبداو الفيديو ديال اليوم بصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وندوزو المقادير. عندنا هنايا 4 ديال الزبدة، ممكن تعوضوها بالزبدة ديال العلاب ولا زبدة مارغرين. عندنا شوية ديال الملحة، شاشية ديال الفاني، عندنا 3 البيضات درجة المطبخ خرجوهم من قبل. عندنا هنايا 2 كيسان ديال السنيدة. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى يتجانسوا. غادي نزيدو مع هاد المقادير كاس ونص ديال الزيت. بعد ما غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان، ندخلو الزيت مع الزبده والسكر يوليو على شكل كريمي. زدنا هنايا واحد ياغوت نكهة الفاني، جوج شاشيات ديال الخميرة خاصة بالحلويات. عندنا هنا الدقيق حسب الخليط، خلينا يجمع لينا. بعد ما ربنا غادي نحاولوا ندخلوه مع الزبده والزيت. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش ليا لايكيو باش تشجعوني، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. كما كتشوفوا معايا من بعد ما جمعت العجينه غادي نقسمها على 3 ديال الكويرات، وغادي نزين كل وحده غادي نقسمها بالنكهه ديالها. ونقادهم، ممكن تخرجوا منهم حتى 4 حتى 5 على حسب النكهات اللي عندكم نتوما متوفرين. عندي هنايا واحد 2 معالق ديال اللوز مطحون او كاوكاو و2 معالق ديال الجنجلان. بعد ما دخلتهم معاهم غادي ندوز للكوارات الثانيه اللي غندير معاها طشيه ديال نكهه فاني بنكهه الزهر. هنا عندي الشوكولاته كاكاو المر شاشيه. غادي ندخل هاد النكهات ندخلهم مزيان حتى يتجانسوا، ومن بعد غادي نشكلوا الحلوه ديالنا.
المهم العجينه خصها تبقى رطبه كيف ما كتشوفوا معايا. كنخليو العجينه تكون رطبه، ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف. نديرو التشكيل الاول على هذا غادي نشكلهم بهذا التشكيل، بهذا المرشم اللي على شكل وريضه. تقدروا تزينوا بالمراشم اللي كيتوفروا عندكم. انا مبغيتش ندير تسريع غدا معكم باش كلشي يستافد وكلشي يفهم. هاد الحلوه راه ساهله واقتصاديه وزوينه بزاف، تخرج لذيذه هشيشه ورطبه. ندوزو لتشكيل اللي بنكهة الزهر، كنديرو معاه داك الشاشيه الزهر كيجي فيه واحد المذاق اللي زوين بزاف، نكهة الزهر. غادي نديرو في البيض، نغطسو العجينه ديالنا في الكويره في البيض البيض، نعاودو نغطسوها في هنا عندي كاوكاو من بعد ما حمرته شويه درتلو هرمشتو درتو على التشكيل هذا مدلك ولا بالهاشوار ممكن يخرج لك هذا الشكل هذا اللي بغيتي. المهم كنغطس في البيض ديال البيض كنعاودها في هذا كاوكاو ولا اللوز اللي بغيتو. كندير فيها واحد الحفيره في الوسط، هاد الوسيطه باش نعمرها بالمربى ولا شكلاط اللي غادي ندير معها المربى لان غيجي زوين مع نكهه الزهر. وهاد الشكل ديال الشكلاط كيف ما كتشوفوا حتى هو غندير ليه هاد المرشم هذا. المهم مرشمات اللي كيتواجدوا عندكم، عندي هنايا شويه ديال الكركاع طريف صغير كنديروه في الوسط، لان داك الرشمه كتجي وسط منها حفيره عمرها بشي حاجه، ممكن تعمرها حتى بالشكلاط البيض. المهم عندي هنا واحد 2 معالق كبار ولا 3 تقريبا ما عرفتش، المهم تقريبا شي 2 ولا 3 درت معاهم تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الجليكوز، يعني نص معلقه ديال معلقه كبيره ديال الجليكوز. غادي نسخنو واحد شويه غير غيذوب ليا الجليكوز، هو اللي غيجمع ليا باش ما يضيعش هذاك الكوفيتير. من بعد ما زينت الحلوه ديالنا كيف ما كتشوفوا، هذه درت ليها سكر كلاصي ديال شكل وريضات كتجي هشيشه ورطبه. وشكل الاخر عمرته بالكوفيتير، ممكن ديروا خطوط ديال الشكلاط. المهم كتجي الحلوه ديالنا هشيشه ورطبه كيف ما كتشوفوا. وبصحتكم وراحتكم، وما تنسونيش من لي لايك باش تشجعوني وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله.